ما كنتش اعرف ان معلقتين من المكون ده هينقلوها في حتة تانية خالص، وهيبقوا بديل لكرملة السكر عشان يديها اللون الحلو ده، وكمان طعمها يبقى خطير. معلقتين لبن بودرة نحمصهم على النار كويس، تقليب مستمر عشان ما يتحرقش لحد ما نوصل للون ده. نضيفهم على كيس بسبوسة جاهز مع نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ناخد 3 معالق كبار من السمنة، عليهم معلقة عسل كلوكوز، ندفيهم على النار. أول ما يدوبوا نحطهم على السميد، نقلب كويس، نشرب البسبوسة كل السمنة، نبسها ونغلفها بالسمنة. في الآخر نزود نص كوباية لبن دافي، يدوب كده ندخله جوه المكونات من غير تقليب كتير. نجيب صينية مدهونة سمنة، ننزل بالبسبوسة، ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 170 ونسيبها تستوي. قبل ما البسبوسة تطلع من الفرن نحضر كوباية من السكر، عليها كوباية وربع من المية يغلوا. بعد ما يغلوا نسيبهم دقيقتين ونطفي عليهم. اول ما تطلع من الفرن نسقيها كده بالشربات السخن، وهتبقى معاكو احلى واطعم بسبوسة هتاكلوها في حياتكم.